جربتوا من قبل لي زاموندين بلا باتافيلو ولا قطايف بلا باتافيلو؟ اذا راكم حابين تغيروا في هذا العيد على البقلاوه التركيه جربوا هذو المعسلات المقرمشين وبزاف بنان. نبداو بالنوع الاول، تجيبوا ورقه من لا باتافيلو، ديروا لها السمن، تزيدوا الورقه الثانيه، زيدوا السمن بلا ما تكثروا، من بعد تجيبوا القطايف اللي تكونوا مزتوا لها والو وتحطوها في نص الورقه وتحاولوا انكم تكثروا شويه كما درت انا. من بعد نزيد ندير لها السمن، نجيب المكسرات اللي كنت رحيتهم وما زدت لهمش السكر باش من بعد الحشو تاعي ما يبسش. نلف الحبه بهذا الشكل، من بعد رايحه نحط السمن ورايحه نقسمها ل8 حبات. نجيب الحبات تاعي نزقمهم ونحطهم في الصينيه اللي كنت دهنتها بشويه برك تاع السمن وندخلهم يطيبوا على درجه حراره ناقصه باش يدخل لهم الطياب وبعد يجوني مقرمشين. نعسلهم ومسخونين ونزيد لهم بيستاش. ونروحوا لوصفه لي زاموندين، نجيبوا لا باتافيلو نديروا لها السمن، نزيدوا الورقه الثانيه نديروا لها السمن حتى للورقه الثامنه. من بعد رايحه نقطعهم على شكل دائري على حسب الحجم تاع لي مول تاع لي تارتولات اللي عندنا، شكلهم بهذه الطريقه وندير الحشو. انا كنت جبت لا مارغرين ديما طلعتها مليح بالباتور، من بعد زدت لها السكر الناعم، لا فاني، البيض، خلطت مليح، جبت المكسرات اللي كنت حمصتهم شويه، من بعد رحيتهم خشين وخلطت مليح هذا الحشو ونعمر لي تارتولات اللي عندي ونطيبهم على درجه حراره متوسطه حتى يدخل لهم الطياب ويتحمروا. من بعد نعسلهم وهم سخونين نزينهم بالمكسرات، والوصفات تاعنا راهم جاهزين مقرمشين وبزاف بنين.